السلام عليكم. تخيل معايا تبدأ تبرمج وتصرف وقت وفلوس وفي الاخر تكتشف ان الديزاين اصلا مش شغال مع المستخدم. هتقولي تقصد ايه يا حجاج؟ هقول لك ببساطة يا صديقي، البروتوتايب هو نسخة تجريبية بتشبه المنتج الحقيقي ولكن بدون تكلفة عالية. بنجرب بيها التفاعل مع المستخدم قبل ما ندخل في مرحلة التنفيذ. يعني مثلا بدل ما تدفع آلاف الدولارات على مبرمج يشتغل شهور، انت ممكن تعمل بروتوتايب بسيط على فيجما او اكس دي وتجيب 5 مستخدمين يجربوه بس كده. هتلاقي واحد بيقول لك انا مش عارف اوصل للتشيك اوت بيج، والتاني يقول لك الزرار ده مش باين بالنسبه لي. النتيجه هنا ايه؟ انك بتصلح بدري قبل ما تدفع فلوس وتخسر وقت. وده مش بس بيفيدنا احنا كمصممين وما يخليناش نعيد البروجكت من اول وجديد، لا ده كمان في مصلحه البيزنس، لانه بيقلل الريسك وبيزود احتماليه ان المنتج ده ينجح في السوق. يعني ببساطه البروتوتايب عامل بالظبط زي البروفا قبل ميعاد العرض الاساسي. فالمره الجايه ان شاء الله قبل ما نتسرع ونكتب كود، محتاجين نجرب الديزاين كبروتوتايب الاول ونشوف فيدباك الناس.